فهو عزتي وجلالي. إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاكم. يقول يا ما دعيت ربنا في أشياء. إذن فالذي يقدح في هذه القضية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاكم. يقول يا ما دعيت ربنا في أشياء. يقول له: يا أهبله من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. لازم يديك كده عينة. يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان. يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايظ. جهاز الداعي جهاز بايظ. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهاز بايظ، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق عمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير إلى خير الباقية. من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. برضو لما يقضي له الحاجة بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجة بتاعته هتقعد هيتم يقول يا رب اعطيني، يا رب اعطيني. يا جبريل ما تدعلوش دلوقتي ده، خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب. دي خليه ينغم في الكون يا رب يا رب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه، أنت الله دعاك استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته، وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجة تبقى حلوة، كل حاجة ودي السبب في انه بيقول من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي هو سيدنا ابراهيم حين القي في النار ماذا حدث؟ قال له ألك حاجة؟ لم ينفي ان له حاجة. ما فيش استكبار على البلوى، ما فيش استكبار على البلوى. قال له أما إليك فلا. لي حاجة لي حاجة صحيح، لي حاجة إنما مش ليك أنت. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أن نجاته من نار مطبوعة على أن تحرق وألقي فيها عملية ليس لخلق أن يحجب ناموس النار عن الإحراق إلا من خلق النار. يبقى دي حكمة في الدعاء. قال له أما إليك فلا. لجبريل قال له أما إليك فلا. بيقول له جبريل بيقول له ألك حاجة؟ قال له أما إليك. يبقى ليه حاجة ولا ماليش؟ لا. ليه ما استكبرش على الابتلاء؟ لأن صحيح الله يبتلي إنما مش عايز الإنسان يبتلي. لما الإمام علي حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه، قال له أتتأوه وأنت أبو الحسن؟
قال انا لا اشجع على الله، انا هعمل فتوة عليه، هو عايزني اقول لازم اقول انا لا اشجع على الله. مفهوم؟ فقال له اما اليك فلا. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية.